أهم مباريات الدوري الإسباني الجولة 32 بتاعت ماتشات الجمعة والسبت، ماتشات ريال مدريد وبرشلونة. أول مباراة معانا ما بين ريال مدريد وريال بيتيس، دي كانت في الجولة 32 طبعا في أرض ريال بيتيس. ريال مدريد يتعادل مع ريال بيتيس 1-1 في الدوري الإسباني، مباراة كويسة نوعا ما، لكن طبعا فينيسيوس جونيور سجل الهدف الأول لريال مدريد، ثم تعادل هيكتور بيلرين في الدقائق الأخيرة اللي هو طبعا لاعب برشلونة السابق. ريال مدريد مش أفضل حاجة، بيتعادل كتير بيخسر كتير، يعني منذ عودة كيليان امبابي من الإصابة يعني. كيليان امبابي كان اتصاب برضه بنسبة كبيرة، هيغيب عن بقية الموسم هنشوف، ولكن تعادل ريال مدريد مع بيتيس. وثاني مباراة معانا ما بين برشلونة وختافي في الدوري الإسباني في برضه أرض ختافي. برشلونة هيفوز 2-0 على ختافي في الدوري الإسباني، حاجة جميلة جدا. برشلونة أداؤه كويس، ضيع كتير، برضه ختافي ضيع كتير جدا، لكن يا جماعة من لعبة كويسة جدا. كوبارسي أيضا، كانسيلو كان كويس جدا، كوندي مش افضل حاجه، بيدري، داني اولمو، فيرمين لوبيز كويسين جدا برضو. ايضا في خط الهجوم كان لاعب نوعا ما كويس جدا، روني بردخش عمل كذا فرصه برضو، ليفاندوفسكي عالمي جدا بيعمل اسيست، راشفورد ايضا بيسجل هدف، يعني فيرمين لوبيز بيسجل الهدف الاول من اسيست عالمي جدا. بيدري عمل باص ضرب بيه دفاع ختافي لتسفر عن اول اهداف برشلونه عن طريق فيرمين لوبيز من بيدري الى فيرمين، ثم الهدف الثاني كان جاء عن طريق راشفورد. ليفاندوفسكي عمل اسيست عالمي جدا من منطقة ال 18 لبرشلونة لمنطقة 18 ختافي، كان عالمي جدا، باص برضو عالمي جدا، وعلى طول بيسجل راشفورد. فراشفورد فيرمين لوبيز يعززان الصدارة ب 11 نقطة، فرق عالمي جدا بالنسبة لبرشلونة، بنسبة كبيرة برشلونة هيحسم الدوري لو كسب على اوساسونا. برضه يا جماعة أداء كوفارسي عالمي جدا ما شاء الله، قطع كذا كورة، عمل كذا إنقاذ. خوان جارسيا مش أفضل حاجة يعني، لكن ألف مبروك للكتالان يعني، صدارة بجدارة.